النقطة الثالثة، ركز سماحته على ضرورة إبقاء أصوات الحق وعدم استسلامها على أصوات الحق، سواء من السياسيين، من الشخصيات الاجتماعية، من الأسر، من المؤمنين. أنتم أصواتكم إن شاء الله أصوات حق، فحافظوا عليها ولا تفرطوا بها أبدا. الاستسلام وعدم استسلامهم لصوت الباطل مهما علا وتفرعن واستبد وتغطرس، مشيرا إلى ولادة الدكتاتورية الجديدة في العراق. دكتاتورية موجودة رغما على أن كل ما يرضوا ويرضون يبنوها، ولكن يقول لهم هيهات لكم الدكتاتورية، هيهات لكم، هيهات ما تبقوها سنأخذها رغما على أنفسكم. رابعا، إن زعيم هذه الجماهير الصدرية المليونية عاد وبقوة، التفتوا، عاد وبقوة ليطمئن أنصاره أنه ليس بعيدا عنهم فضلا عن تركهم، فهو معكم بإذنه تعالى لأنه مع الله. فما دام سماحة السيد القائد مع الله لا يمكن أن يزل عن طريق الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يبتعد عن المؤمنين وعن الرعية، لأنه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فكيف الذي يتصدى وله هذه القاعدة الطويلة العريضة المليونية يتركهم هباء منثورا، يتركهم عبثا؟ لا حاشا، ليس هكذا سماحة السيد.